السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رغم فوز النادي الأهلي على الإسماعيلي النهارده 3-1 وألف مبروك فوز النادي الأهلي وفرحة جماهير النادي الأهلي بالفوز، لكن جماهير النادي الأهلي النهارده زعلانة على إصابة إمام عاشور، لكن الحمد لله إصابة إمام عاشور كدمة في قصبة الرجل وكمان في الكاحل، يعني مفيش رباط صليبي ولا حاجة. ألف مبروك فوز النادي الأهلي وألف سلامة على إمام عاشور. معكم حسن نور، قناة على اليوتيوب، فضلا وليس أمرا اشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ويا ريت لايك للفيديو وتكملوا معايا الفيديو للنهاية ونبدأ الفيديو على بركة الله. الأهلي والإسماعيلي والأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز، الأهلي يضم الإسماعيلي إلى نادي الثلاثية. الأهلي يعني كده دايما فرحنا من بداية الدوري، الفوز على الإسماعيلي المصري 4-0، الفوز على انبي 3-0، الفوز على الاسماعيلي 3-1. النهارده الاهلي ثالث مباراه في الدوري، الاهلي بيسجل 10 اهداف والاهلي بيسكن شباكه هدف وحيد. النادي الاهلي لعب مباراه اكتر من ممتازه النهارده، شفنا اهداف النادي الاهلي اللي سجلها النهارده حسين الشحات وبيرسي تاو مسجل هدفين ما شاء الله. شكل بيرسي تاو كده ناوي على ان هو يكون هداف الدوري المصري الممتاز، لكن بصراحه اللي عاجبني في بيرسي تاو في هدفين النادي الاهلي ان هو متابع غير الموسم اللي فات. في فرق كبير بيرسي تاو مع موسيماني، بيرسي تاو مع مارسيل كولر، في فرق بيرسي تاو بتاع مارسيل كولر. يعني شفنا النهارده الكوره اللي امام عاشور لعب كده حته فيها فن وهندسه كده وبيديها لحسين الشحات، وحسين الشحات بيشوطها ويسددها بتيجي في القايم، لكن بيرسي تاو متابع وقدر يسجلها هدف الاول للنادي الاهلي. وكمان كوكا النهارده قرار سليم من مارسيل كولر ان هو يبدا بكوكا في التشكيل الاساسي بجانب امام عاشور وديانج في نص الملعب النهارده. لكن برضو مباراه الاهلي وانبي، مباراه الاهلي والاسماعيلي في كلام كتير على دفاع النادي الاهلي، رغم الفوز ان احنا بنفوز باهداف وفي كل مباراه بنفوز بسكور عالي 3-4، لكن عندنا الدفاع عايز شغل شويه. نهتم بالدفاع في مباريات جايه قويه، كان في السوبر ليج او في كاس العالم للانديه او في دوري ابطال افريقيا. مجموعتنا في دوري الابطال افريقيا سهله يعني، ومعلش انا ما عملتش فيديو ما كنتش فاضي، لكن ان شاء الله هنعمل توقعات دوري ابطال افريقيا كلنا مع بعض باذن الله، فنهتم بالجانب الدفاعي شويه. وبرضه في علامه استفهام على اداء موديست مع النادي الاهلي. انا لو اعلم ولا اي حد اهلاوي يعلم كان هنوافق ان بيرسي تاو يقعد في النادي الاهلي ويسجل اهداف ونوفر المليون ونص اللي دفعناهم في انتوني موديست. وافضل يعني انا مش هقدر اقيم لاعب من مباراه او اتنين او تلاته او اربعه، لكن اداء موديست عليه استفهام كتير في الملعب، جرية موديست نفسها. وبعدين لو نتكلم على موديست ده بيلعب على العرضيات، احنا بنشوف النادي الاهلي في اللعب لما يكون موديست موجود مفيش عرضيه بتتلعب، لما يكون موديست مش موجود كل شويه بنلعب عرضيه. ومين اللي هيلعب عرضيه عندك لموديست؟ محمد هاني. يعني انا شايف محمد هاني ما بيعرفش يعمل عرضيه توحد ربنا، فانا موديست ده شغلته كلها ان انت تلعب له عرضيات في منطقه ال 18، ما تقتلوش بكوره ان هو يجري فيها، ده مش بتاع جري ولا حاجه. فانت تشغل موديست بالكرات العرضيه يقدر يسجل لك اهداف. فانا شايف طبعا ان احنا ملناش حظ في المهاجم الافريقي او المهاجم الاوروبي، فيا ريت نهتم شويه بالمهاجم العربي، المهاجم اللي بيجي من تونس او من المغرب او من الجزائر، فنشتغل على ان احنا نجيب مهاجم عربي افضل. كان عندنا ازارو وكان مبدع في النادي الاهلي، فرضا سليم المغرب اهو، فلو خامه كويسه امكانيات رضا سليم ويكون مهاجم مفيش مشكله يجي النادي الاهلي ويبدع مع النادي الاهلي. لكن موديست لحد دلوقتي ما اثبتش نفسه مع النادي الاهلي، قالها بهدف. نتمنى ان شاء الله كولر يفهم موديست اكتر ولاعيبه النادي الاهلي تلعب عرضيات اكتر في منطقه ال 18 عشان موديست يقدر يسجل هدف، لكن بدون عرضيات موديست مش هنشوفه بيسجل اهداف مع النادي الاهلي. حتى في مباراه النهارده يعني انا شفت الاحصائيات بتاع موديست، مفيش لا تمرير، مفيش لا مراوغه، مفيش ولا تسديده. فاعتقد شغل الموديست في منطقه ال 18 ان انت تلعب له عرضيات لو عايزه يسجل اهداف. لكن طبعا سيبك من ده كله، النهارده الشحات بيسجل هدف، كوكا بيعمل اسيست النهارده للشحات ما شاء الله بالمقاس، بيقول للشحات اتفضل هات جون. مستقبل كبير، هيكون لاعب كبير، مشروع لاعب كبير هو كوكا في النادي الاهلي. قرار سليم زي ما قلت ان هو بدا بكوكا في نص الملعب مع ديانج ومع امام عاشور، عندنا مروان عطيه في نص الملعب، لكن مفيش مشكله ان انا ابدا بكوكا طالما كوكا بيلعب وبيأدي، وفي مباراه في الدوري اقدر اشارك كميه كبيره من اللعيبه الشباب الصغيره واسيب اللعيبه الاساسيه الكبيره للمباريات اللي جايه، عشان اللعيبه ما يكونش عندها ارهاق ولا تعب ولا ضغط مباريات ونرجع للاصابات. لكن طبعا النهارده الاهلي بيضم الاسماعيلي النادي الثلاثيه، الاهلي فاز
9 بونت بالعلامة الكاملة. ان شاء الله النادي الاهلي دايما على موعد مع الثلاثيات والنتائج الكبيره دي. عايزين نفرح بقى بالتتويج بالدوري المصري، وكمان مش الدوري المصري بس ان احنا نفوز 3 او 4، لا ده احنا عايزين في دوري ابطال افريقيا، عايزين في السوبر ليج الافريقي، عايزين في كاس العالم للانديه. لكن ان شاء الله بخامه بيرسي تاو وحسين الشحات رضا سليم النهارده يعني بيدي كوره كده في الجون الثالث طاهر محمد طاهر بيديها كده عرضيه بشكل كويس جدا، بيرسي تاو بيسجلها الهدف الثالث. اداء النادي الاهلي النهارده كويس جدا، لكن زي ما بقول الدفاع عليه علامه استفهام، خاصه لما بنشوف النهارده هدف ملوش لازمه يجي في النادي الاهلي في اخر دقيقه. يعني الكره متسدده يعني مش القوه ولا يعني الكوره مش صاروخيه طالعه من رجل اللاعب، ده الكوره يعني جايه حنينه لمحمد الشناوي، محمد الشناوي بيصدها بترد منه. الدفاع النادي الاهلي 1 2 3 من لاعبين النادي الاهلي واقفين يتفرجوا على الكوره، مفيش حد يعني اتحرك سدد الكوره، لا اللاعب الاسماعيلي النهارده بياخدها وبيسجل الهدف الاول للاسماعيلي. كانت ممكن النتيجه الاهلي النهارده تطلع 3-0، لكن دفاع النادي الاهلي عليه علامه استفهام. كان في مباراه انبي او في مباراه الاسماعيلي النهارده، فالنادي الاهلي يهتم بالجانب الدفاعي شويه عشان عندنا مباريات كتيره جايه. الاهلي بيلعب النهارده. علي معلول قدم مباراه كبيره، حسين الشحات قدم مباراه كبيره، بيرسي تاو قدم مباراه كبيره، كوكا معلم، امام عاشور اتصاب والاصابه خفيفه. ان شاء الله اطمئنوا يا جماعه، انا عارف النتيجه يعني فرحت النادي الاهلي، لكن الاصابه النهارده زعلت النادي الاهلي. لكن الحمد لله الاصابه خفيفه، كدمه في الساق والكاحل، وامام عاشور في اثر وعصبه الرجل والكاحل، وامام عاشور خير بخير ان شاء الله، مفيش اي رباط صليبي. ونطمئن يا اهلاويه الاصابه خفيفه ان شاء الله، وامام هيرجع يشارك مع النادي الاهلي. طبعا جماهير النادي الاهلي اتعودت على امام عاشور في الملعب، يعني امام عاشور بيدي ثقه كده لاعبين النادي الاهلي في حته مهارات فرديه وحاجات من دي، بيقدر يصنع لك هدف في اي وقت. فجماهير النادي الاهلي اتعودت على امام، رغم النهارده امام لعب مباراه كويسه والهدف الاول رقص لاعب واثنين واداها للشحات. فجماهير النادي الاهلي اتعودت تكون عندنا ايقونه كده مهاريه في النادي الاهلي، فلا غنى عنها، مش عايزينها تبعد عن نظر النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. امام عاشور هيرجع ان شاء الله يشارك في المباريات الفتره اللي جايه باذن الله، وشارك في الدوري ويشارك ان شاء الله في كأس مصر باذن الله. فالنادي الاهلي بخير 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 مع امام عاشور ان شاء الله. وجماعه معلش انا قلت انبي، الاهلي كان فاز على انبي 3-0 في الكاس، اسف على المعلومه دي. النادي الاهلي بيفوز على الاسماعيلي وبيفوز على المصري في الدوري 3 و4، يعني الاهلي كده ماشي في الطريق الصحيح. فوزه على انبي ده كان وصول لنهائي كأس مصر، عقبال ان شاء الله ما نوصل لنهائي دوري ابطال افريقيا ونتوج بالدوري المصري ونتوج ان شاء الله بالسوبر ليج الافريقي. فان شاء الله امام عاشور يقوم بالسلامه ان شاء الله، والف مبروك فوز النادي الاهلي على الاسماعيلي النهارده بثلاثيه مقابل هدف. كده وصلنا لنهايه الفيديو. كان معكم حسن نور، قناه على اليوتيوب. فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واستنونا في فيديو تاني ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.